ويلكم باك. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مازن مصطفى في حلقه جديده. ازيك يا صديقي، واتمنى تكون بخير، واهلا بيك في الشباب الجامعيين. يعني ان شاء الله تكون نجحت، يعني فاهم. انا عارف النتيجه تقريبا لسه ما ظهرتش، ده لو الفيديو ده نزل قبل النتيجه بس او بعد النتيجه، والله ما عارف هينزل امتى. بس المهم يعني ان هو في فتره الاجازه بتاعت ثانويه عامه، فاحب اقول لك اهلا بيك في الحياه الجامعيه حيث لا ضغط، فاهم، ومفيش توتر ومفيش اي حاجه تانية. انت هيبقى عليك بس اساينمنت، هتزنق زنقه الكلاب، وهيبقى فيه حاجات جديده هتكتشفها بعدين، بس مش هيبقى فيه ضغط ولا توتر ولا اي حاجه من الحاجات دي، الا طبعا لو انت دخلت علوم، هندسه، طب، اي حاجه من الحاجات اللي فاهم اللي عايز المجاميع دي تول دي، فاهم، ما عدا علوم. بس انت فاهم يعني قصدي. بس كده بكل بساطه تعال احكي لك النهارده قصتي مع التنسيق، ولعل وعسى تكون سبب في ان هي تزيل التوتر شويه من عليك مع حوارات التنسيق دي وهكذا. بص يا صديقي، في الفلوج بتاع الثانويه العامه او ارشادات الثانويه العامه اللي هي ما كانتش الفلوج، الفيديو اللي كان قبله تقريبا، كنت قايل لك ان على ما اتذكر يعني سيبها على الله، ما تغشش وسيبها على الله، وربنا هيرضيك زي ما رضيت ربنا وخفت ربنا وما رضيتش تذنب ولا تغش ولا تعمل اي حاجه من الحاجات دي، ربنا هيرضيك في الاخر. وحتى لو انت كنت شايف ان المكان اللي انت اتحطيت فيه ده مش مكانك، بعدين هتدرك ان ده كان مكانك لسبب ما، فاهمني. فخلينا كده نسترجع سوا بالذاكره ايه اللي حصل بعد ما انا خلصت ثانويه عامه. طبعا فتره لذيذه، تقريبا الفتره دي مش هتتكرر في حياتك تاني، اللي هو يا نهار ابيض انا عندي حياه، انا عندي حياه، بس يا ترى كانوا بيعملوا ايه في الحياه دي بقى. بس هتبتدي بقى تشوف الدنيا، اللي هيدور على شغل، واللي هيبتدي يشوف نفسه نشاطات وهوايات، واشترك هنا، يروح الجيم، مش عارف ايه الحاجات دي. بس كده، فانت هتفضل قاعد فتره حلوين. طلعت نتيجه الثانويه العامه، جبت اللي جبته وخلاص، مش مشكله. انت ما تعرفش نتيجتك دي هتدخلك ايه، ان انت معتمد على التنسيق، فاهم. ومش ال 10 15 نفر اللي حواليك هم اللي هيحددوا التنسيق، التنسيق بيحددوا جمهوريه كامله، فبالتالي انت ما تعرفش متوسط الدرجات عامل ازاي، والنتيجه بتاعت ده غير ده غير ده. وما تعرفش التنسيق هيبقى عامل ازاي السنه دي. ما تعتمدش على تنسيق السنه اللي فاتت، كل سنه وحالها، يعني كل سنه بتبقى تنسيق مختلف. بس انا اتذكر لحظه النتيجه، كلمت كذا حد وسمعت مجاميع عاليه، فاهم. هو كان واحد من ضمن الناس اللي حواليا اللي كان جايب حاجه و80، وانا كنت جايب 69، واللي كان بيجيب النتيجه معايا قاعدين في نفس المكان كان جايب في بدايات السبعينات، وصديقي تاني كلمته على التليفون كان جايب 64 وكسر، قول 65، بس حاجات من دي يعني. فكانت المجاميع في المتوسط، فانا بدات يعني اطمن شويتين ثلاثه. فخلاص عدت النتيجه والدنيا زي الفل في انتظار التنسيق، تمام. فنبدا الاول من الاختبارات. حلو، مش فاكر الاختبارات كانت قبل ولا بعد النتيجه بصراحه، بس انا كنت عايز اخش في المقام الاول اعلام، بعد كده فنون جميله، بعد كده فنون تطبيقيه، مش فاكر جميله ولا تطبيقيه، المهم يعني حاجه زي كده، جميله وتطبيقيه واعلام في المقام الاول، وتجاره واداب علم نفس وتربيه رياضيه، فاهم. انا كنت عايز اول 3 كليات، والباقي دول فاهم لو خلاص يعني لو الدنيا باظت خالص، فاهمني. بس فهنعمل ايه؟ هنعمل هنخش الاختبارات بتاعت ده وده وده. واعلام بالمناسبه ملهاش اختبارات، هي معلومات عامه، فاهمني. هي فنون جميله وكمان ممكن ما تاخد لهاش اختبارات، ممكن تقضي الموضوع اونلاين يعني، على حد علمي وهكذا. فهنعمل ايه؟ قدمت على فنون جميله وقدمت على اعلام، وخدت الكورس بتاع فنون جميله. كنت هاخد كورس مع حد بيدي فنون جميله وتطبيقيه في نفس الوقت، بس مش فاكر ايه اللي حصل، اضطريت ان انا اخد كورس مع حد بيدي فنون جميله بس. فبالتالي مع السلامه فنون تطبيقيه ملناش نصيب، والحمد لله يعني، فاهم. ما كانش الدنيا تطلع وقتها ان انا ادفع اختبار هنا وهنا 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 وبتاع، فقلت خلاص هو ما فيش نصيب، لو في نصيب هخش عادي. قلت تمام. دخلت فنون جميله والدنيا مشت زي الفل الحمد لله، وخدت الكورس مش فاكر كان كام يوم بالظبط، 3 ولا 4 كان حاجه زي كده، وجبت الادوات ودافع يا سيدي 700 جنيه. 700 جنيه، انا بدات اتعادم القهرويه في حوار جنيه دي، فربنا يستر عليا من كتر القعده معاهم. بقى دفعت 700 جنيه في الادوات بالكورس بكله على بعضه، تمام. وخدت الكورس والدنيا تمام، وبدات افهم الدنيا ماشيه ازاي. ليله امتحان فنون جميله كانت الاثنين، يعني فاهم، الامتحان كان الاثنين، كان 2/8 تقريبا لو ما خانتنيش الذاكره، و4/8 على ما اتذكر اللي هو كان يوم الاربع، كان امتحان اعلام. فانا كنت سهران مع الحاج، وكانت برضو والدتي حضرتنا في الاجتماع، فبقول له انا عايز اتكلم معاك في حوار. انا صباحيه اليوم ده كنا بنتكلم في رينج 2 بالليل، واللي هو كمان كام ساعه عندي امتحان اختبار قدرات فنون جميله، فاهمني. فانا كنت بتكلم معاه بخصوص اعلام، اللي هو انا لازم اسافر القاهره، وبحاول اقنعهم باي طريقه ان انا فعلا لازم اسافر اخد الاختبار ده. انا عايز اعلام في المقام الاول. كلمه من هنا على كلمه من هنا، فاهم. اخوك ما عرفش يتحكم في اعصابه شويتين ثلاثه، فالنقاش لم يتحول لنقاش. وتاني يوم الحاج قال لي ما تروحش الامتحان بتاع فنون، تمام. وانا كنت واخد قرار وقتها ان انا هاخد جبير. ليه؟ لان انا اعلام ضاعت مني، فانا خلاص مش باقي على الدنيا. دخلت كليه، دخلت هاخد برضو جبير، او ممكن ما اخشش امتحانات او حاجات زي دي يعني.
او ما احضرش واشوف لي شغل والسنه اللي بعدها اقدم في اعلان. كان عندي وجهه نظر كده وقتها، وعايز اقول لك برضو ان انت دماغك هتكون مشتته شويتين ممكن، او طايش او فهتحتاج تستشير ناس كتير اكبر منك عشان تعرف اللي انت بتعمله صح ولا لا، فاهمني؟ وانا برضو موجود لو احتجت مني حاجه هتلاقي الانستجرام بتاعي تحت. بس يا سيدي، فوقتها انا فاكر كويس ايه اللي حصل. القصه دي ما تتمحيش من دماغ خالص. ما رحتش فعلا يوميها الصبح امتحان فنون جميله تقريبا، امتحان فنون جميله ما رحتوش. كان عندي كذا ايفنت تاني وقتها يومها، ده حاجات اللي انا كنت مشترك فيها تابعي يعني، فما حضرتهمش وفضلت قاعد في البيت. يا دوبك بالليل نزلت على يوم الثلاث بالليل قاعد على القهوه مع الشباب، فجالي تليفون من والدتي فبتقول لي مش يلا عشان تسافر بكره. فقلت لها لا انا مش مسافر. مش عارف ليه ايه اللي طلع، قلت لها انا مش هسافر لاعلام، لو انا خلاص ضاعت مني فنون جميله. بعد كده قفلت معاها، فهم ما كانوش موافقين على الاغتراب بشكل عام يعني ان انا اطلع بره اسكندريه. بس فقفلت معاها من هنا وقلت ايه اللي انت عملته ده؟ انت اعلام كنت عايزها في المقام الاول، فهو انت ليه بتتخلى عن حاجه في المقام الاول انت عايزها عشان بلان بي ضاعت؟ انت عبيط. فعدت الكلام، يعني عدت صياغه الكلام في دماغي، واكتشفت ان انا فعلا عايز اعلام وفي فرصه لسه ما ضاعتش. كنت مروح وقلت لها انا هسافر، وجهزت نفسي وجبت شويه PDF على فيديوهات من على اليوتيوب وبتاع، وسافرنا الفجر تقريبا. وصلت الكليه واحساس غريب وجميل اللي هو انا داخل من الباب الرئيسي لجامعه القاهره، وهو يا نهار ابيض، هو انا فعلا حاجه هنا؟ انا ممكن اخش المكان ده؟ مش دي القبه اللي كانت في الفيلم بتاع نجيبه؟ انا اول مره اشوفها في حياتي، فاهم؟ زي الاهرامات كده برضو، لما تشوفها اول مره بتحس باحساس غريب جدا، واو بسم الله ما شاء الله. البتاع ده فعلا بجد مختلف غير لما تشوف في التلفزيون او على النت او بتاع. فهي دي القبه بسم الله ما شاء الله جميله. احساس بالفخر او احساس جديد عليك، اللي هو انا داخل جامعه خلاص، معقول؟ حوار جميل جدا. هتحس بقيمته لما تخش حاجه ليها قيمه او غريبه عليك، مش بلاش ليها قيمه، لما تخش حاجه جديده عليك شويتين. بس دخلت مع والدتي وكان لينا خالي برضه هناك، فقلت لها روحي انت استريحي وانا عند خالي، وانا هروح اخلص الاختبارات وانا هعرف اتعامل في القاهره وهاجي لكم على هناك. وفعلا طلعت الاختبار والدنيا كانت متيسره، مش انا ضد الغش، بس هي الفكره كلها المراقبه كانت متيسره، يعني ما خلتكش جو توتر، فاهم؟ ما خلقتش جو توتر. بس فحليت الحمد لله، كان 60 سؤال تقريبا في جوجل شيت في ساعه، حليتهم تمام زي الفل ونزلت وقعدت اليوم في القاهره. وبعد كده روحت على اسكندريه، بعديها بكام يوم ظهرت النتيجه الحمد لله، نجحت في الاختبار. جميل. جه بقى يوم مكتب تنسيق، يوم لن انساه، حرفيا يوم لن انساه. اليوم ده انا نازل الصبح، يا جدعان ما انا اقدر اعمل الحوار ده من البيت، لا احنا اضمن نروح كليه العلوم جنبنا اللي هي في محرم بيه ونملى من هناك. طب ما انا اعمله من على النت، لا اضمن الراجل فاهم هو بيعمل ايه، احنا نروح للراجل. قلت لهم تمام. رحت، كان معايا والدي ووالدتي، اصروا ان هم يجوا معايا، ورحنا الحمد لله واقفين تحت بنتناقش هنحط ايه وهنعمل ايه وبتاع، وانا عندي راي اعلام في المقام الاول. بس طلعت فوق، ووقتها والدي قال لي انت ما ينفعش تطلع بره اسكندريه. طب ما احنا عاملين الاختبار يا حجيجه حلو وبتاع، احنا عاملين الاختبار. طب ما احنا عاملين الاختبار، ليه التعب؟ ووافقتوا في الاول ان انا هسافر وهعمل وبتاع، ليه تيجوا دلوقتي تقولوا لي على لا؟ يعني الحاج عنده نظريه او انا عندي نظريه في التعامل معاه، طالما اقنعتني بالسبب فانا معاك. عارف انت الجو لما تقول لوالدك انا طالع مصيف، فتفكر بنفس تفكيره، فتخاف. عارف انت تفكير اللي هو حط نفسك مكاني، انا كنت بتعامل نفس الكونسبت برضه مع الحاج، فبالتالي لما يقول لي حط نفسك مكاني فانا بفهم. يعني لو انا عايز اطلع مصيف ترضاها على ابنك، هيبقى عندك قلب تقعد في البيت وابنك بره مش عارف ايه وبتاع. فانا عن نفسي كنت هرفض برضه فكره الساحل ولا، فهو اقنعني بطريقه ما، وانا يعني بداخلي حزن يعني لا يفنى وعايز اعيط. ما ينفعش اعيط، انا في مكتب تنسيق وفي ناس هنا اعرفها وبتاع، فما ينفعش اعيط. وقتها كنت عامل فيها دكتور نفساني، وكنت عامل جروب ثيرابي للشباب بتوع ثانويه عامه اللي عندهم ازمات من المشكله ان انا طالع من ثانويه عامه، فاهم؟ ما اثرتش فيها، ما كنتش زعلان على درجه بتروح ولا على نتيجه، لا خالص. ان انا مؤمن ان الشاطر اللي بيجيب فلوس في الاخر، فهي مش بالنتيجه. انا بس كنت حابب اخش كليه انا حاببها، بس دي الفكره كلها. فالحمد لله يعني ما كانش بيأثر فيها حوار الثانويه العامه. فبالتالي انا كنت عامل جروب ثيرابي وما نجحش يعني، فاهم؟ بس ساعدت حد واحد حتى على الاقل في تخطي مشكله او تناقشنا شويه. بس فاللي هو انا كنت حزين جدا وهموت وعيط، بس ما ينفعش اعيط وانا بره. ليه؟ في ناس حواليا زي ما قلت. فتمام، دخلنا مكتب تنسيق وقاعد انا جنب الراجل الكبير ويقول لي بقى هتكتب ايه. فانا خلاص شلت اعلام، فكواحد علم رياضه، وكان انا كمان كيوتيوبر وكان ليا في التكنولوجي وبتاع، كنت عايز برضه حاسبات بس صعب الناتج، فقلت حط لي حاسبات. حطينا حاسبات بتاع 17 رغبه على ما اتذكر. وبعد كده دخلنا في تجاره، وبعد كده الحاج قال لي حط علوم. قلت له يا حاج انا مش بتاع علوم، انا طالع من ثانويه عامه مش عايز اذاكر تاني،
فجو فيزياء وانا بكره الكيمياء اصلا مش عايزه، فقال لي حط علوم. ما رضيتش اكسر بكلمته بصراحه، يمكن ده من ضمن الاسباب اللي فرحتني بعدين ان انا ما كسرتش بكلمته وقتها، وفاهم جو بر الوالدين الكلام ده، فما رضيتش اكسر بالكلمه زي ما قلت وحطيت علوم. بعد كده حطينا اداب وبنقفل الرغبات. فالراجل كان قاعد يا ابني حط زراعه مش عارف حقوق ولا قلت له حاج يعني فاهم لو انت على اخرك اصلا وكنت من شويه عايز تعيط وهتموت تعيط وبتقول له يا حاج خلي لسانك في بقك الله يكرمك، هي مش ناقص توتر. انا لا كنت عايز علوم فاهمني، وكنت عايز كليه ما اتحطتش، فصلي بينا على النبي واهدى الله يكرمك. فقول له لا لا انا سيبني انا متعرف انا عايز ايه اللي هو حاجه زي كده. فالمهم بنكتب اداب في الرغبات الاخيره خلاص، وسبحان الله فاهم فروم نو وير حرفيا من لا شيء بدون اي حاجه لقيت والدي بيقول لي انت كتبت اعلام؟ قلت له لا. قال لي ما كتبتهاش ليه؟ قلت له احنا مثلا كنا فاهم اللي هو انا عايز اقول له احنا مثلا كنا متكلمين بره قبل ما نخش ان مفيش اعلام. قلت له انت قلت لي ما تكتبهاش. قال لي طب اكتبها. كتبني اعلام رقم كام؟ رغبه 65. تمام. فلسه بنكتب كتبنا 65 اعلام القاهره، تحتيها اعلام مش عارف ايه مش عارف ايه، لقيته بيقول لي لا هي اعلام القاهره بس. قلت له تمام مفيش مشكله. كتبنا اعلام القاهره 65 وبعد كده كتبنا اداب وشكرا. طلعت طبعا من المكتب رحت اجيب شويه حاجات واروح على البيت لوحدي، فكنت زعلان. ويوميها منساش ان انا كنت ماشي بعيط عياط في الشارع فاهمني، وبشحت في شحتفه عارف انت قلت وصلت لدرجه عياط الاطفال. انت متخيل الموقف؟ كنت بقول لنفسي صباح الضحك. انت متخيل انت ثيرابي كنت عامل جروب بتعالج فيه الناس من صدمات الثانويه العامه وانت قاعد بتعيط على كليه انت ما فاهم مش فكره ما جاتلكش، لا هي عشان حاجه بايدك فاهمني، فده اللي زعل. فالمهم اللي خدت يومين اوف كده عشان اموف اون من الموضوع نوعا ما او عشان اهدى شويه. فكنت بقول لهم انا هغير التنسيق، قالوا لي براحتك. تمام. جيت اغير التنسيق لقيت موقع التنسيق قفل وما غيرتش حاجه بس. فالحمد لله ملناش نصيب واللي كاتبه ربنا هيكون. كنت انا وعمرو وعبد الرحمن كنا رايحين نجهز الورق بتاع الجيش والحاجات دي. طبعا انت عارف من لو انت طالب عديت على الكليه والحاجات دي فانت عارف ان المشوار ده من ضمن المشاوير الصعبه. بس يا صديقي فمشوار زي ده انت عارف ان هو ياخد منك يا يوم طويل من اوله لغايه الظهر او حاجه زي كده، يا اما تقريبا يومين على حسب ما انت هتعرف تخلص في قد ايه. فكنت انا وعمرو وعبد الرحمن انا والشباب بنخلص الورق. فعمرو كان ادبي مرحله اولى فاوريدي هو عارف هو في ايه. تمام. كنت انا وعبد الرحمن بقى احنا اللي مرحله تانية، فكنا عايزين نعرف التنسيق. فإذ فجأة يا نهار ابيض دي الساعة 12:30 والتنسيق فاتح من 12. احنا نسينا من كتر السحلة في الورق. فعمرو فتح لنا، انا فاكر التفاصيل يعني انا احكي لك بالتفاصيل. عمرو فتح لنا هوت سبوت من واحنا في اسم محرم بيه، ركبنا المشروع ورحنا على الاسم او المديرية اللي هي في سموحة اللي ورا كرم الشام دي اللي عند فتح الله سموحة. تمام. ولغاية هناك انت متخيل الموقع عمال يحمل، انت فاهم بقى الضغط على الموقع وبتاع. يا دوبك دخلنا الشارع اللي فيه المديرية من جنب كرم الشام ولسه داخلين الشارع. طبعا انا عمال اسمع يعني واحنا في المواصلات عمال اسمع اخبار زي الفل ما شاء الله. يعني واحد زميلي اعلى مني بكام في درجه في المية برضه في بدايه السبعينات كان رغباته قريبه من رغباتي، ما عدا اللي هو ما كانش كاتب اعلام وكام حاجه. لقيته بيقول لي تجاره انجليزي شويه، وجات لي مسج من واحد صاحبي اللي هو ابو 64 وحاجه ده و65 لقيته بيقول اداب اسكندريه وانا كاتب الاثنين فاهم. فاللي هو انا قاعد كده خلاص فقدت الامل وكل يأس مليء باليأس والحزن وبتاع اللي هو انا يا اترميت في تجاره يا اترميت في اداب، انا مش طالع من المجمع خلاص وخلاص انا عارف مصيري فاهم. اللي هو انا مستني يا اترمي في تجاره يا اترمي في اداب، ونسيت ان انا مقدم في اعلام اصلا يعني. فاللهم صل على النبي. خلاص انا مستني بس التاكيد يقول لي انا هنا ولا ايه. فوصلت لغايه كرم الشام وداخلين الشارع بتاع المديريه، واذ فجاه من حيث لا تتوقع الموقع يفتح ونود اعلام سيادتكم انه تم ترشيح الطالب مازن مصطفى محمود لكليه او معهد اعلام القاهره الرياضه. انا جسمي اشهر دلوقتي فاهم ولو اطول هعيط بصراحه. بس الفكره كلها انا نطيت نطه وبعلو ما عندي من صوت، انا فاكر ان انا طلعت صوت عالي جدا اعلام القاهره انا بس عشان صوتي بايظ فمش ناقصه يعني فاهم. اعلام القاهره بتاع مش فاكر في حد بص عليا ولا لا، بس لو كان في حد اكيد كان هيبص عليا. هيبره بنت لذينه من كان يتوقع فاهمني. بدايه من الخناقات اللي هو انت ما ينفعش تطلع تروح القاهره، وان انا رحت الامتحان على اخر وقت فاهم، للي حصل في التنسيق وكتبتها 65 وعديت من تجاره. انت متخيل انا عديت من تجاره ودخلت اعلام؟ انا مش فاهم التنسيق كان شغال ازاي، بس يا اما انا ما اتقابلتش في تجاره يا اما عشان انا كنت عامل قدرات اعلام فكان ليا الاولويه ان انا اخش اعلام عن تجاره.
ما اعرفش صراحه هي اشتغلت ازاي، سبحان الله. بس انا كنت في غايه السعاده، ودي يمكن من اللحظات في السنه اللي تحسب لي في السعاده والتي لا تنسى، من ضمن اللحظات اللي الحمد لله والشكر لله فيها يعني دائما وابدا، بس من ضمن اللحظات السعيده جدا في حياتي. طبعا كانوا عايزيني احول لاسكندريه وحاجات من دي، بس انا سمعت الكلام وكملت معاكم المشوار للاخر، فارجوكم كملوا معايا المشوار للاخر. وفعلا كملت المشوار، وحاليا داخل سنه تانية في اعلام القاهره. وبس كده، اتمنى تكون خدت انسبيريشن او حاجه حلوه من الفيديو ده، ولو ليك نصيب في حاجه هتاخدها، فاهمني. يعني انا شايف بصراحه ان انا اتراضيت في نقطه اعلام القاهره دي، عشان ما رضيتش اغش كلمه في امتحانات ثانويه عامه بدايه من العربي والكلام ده يعني، فاهمني. بس كده، كان معاكم مازن مصطفى. اتمنى الفيديو يكون عجبك يا صديقي، وزي ما قلت برضو يكون وصل لك فكره او اي حاجه من الحاجات دي. فكفايه لك لغايه دلوقتي، بس لايك كومنت شير وفعل زر النوتيفيكيشن على الاخر، مسجل في وقت متاخر فانا خلاص، والبرد برضو عامل معايا الصح. فبس كده، شير الفيديو لاصحابك الثانويه العامه، وان شاء الله ممكن اعمل برضو حوار الثيرابي ده اكرره تاني، بس يبقى اوف لاين في مكان. لو كده تابعنا على الانستجرام، عشان لو الحوار ده اتنفذ فعلا هتلاقيني بعلن عنه قريب. كفايه لك، مع السلامه.